يمكن يسجل، وكرة جول. يا إلهي، كرة في المرمى، ضربة أولى رائعة في هذه المباراة. الآن تأتي الفرصة من أجل تحقيق الفوز، ويجب الحفاظ عليها حتى سماع صافرة النهاية. نهاية جميلة جدا بعد تمريرة من ذهب. التمريرة ذكية والإنهاء جميل، لكن هذا لا ينفي أن الدفاع لم يقم بواجبه في هذه اللقطة. المباراة قوية من مبابي. ما الذي حدث هنا؟ لامين يامال، مبابي، يا سلام على كرة في المرمى. هدف يشعل الأجواء، هدف يثير الحماس. الآن نعود وإياكم للبداية بعد تعادل سريع جدا في هذه المباراة. شخصية كبيرة في الملعب. الآن يجب الحفاظ على التركيز والهدوء حتى يتحقق الانتصار وتنطلق الصافرة. توقيت مثالي للتحرك واستقبال كرة، ضرب خط الدفاع، لم يقع في التسلل. توقيت هو مفتاح هذا الهدف. يواصلون المباراة بعد أن تعادل الفريقان. هنا بالرأس الآن. هل تمر الكرة؟ ليونيل ميسي، خطيرة هذه الكرة، هدف لبرشلونة في الدقائق الأخيرة يأتي الهدف. ما هذا السيناريو، ما هذه الإثارة، ما هذه المتعة، ما هذه الأجواء. بكل هدوء وضعها في الشباك بدون تردد. انهاء رائع للهجمة. هذا يقول لك السهل الممتنع، استغلال فرص، استغلال مساحات بدون أي مجال للاستعراض. الكرة بشكل رائع في اللقطة الماضية، خطيرة هنا. يا سلام على هذا الإنهاء، يا سلام على هذه الفرحة. الكرة يا جماعة لم يدم طويلا، لم يتهنوا بهذا الهدف. التعادل يعيدنا لنقطة الصفر. يجب أن نشيد بصناعة الهدف، لأن الكرة العرضية المتقنة لعبت دورا كبيرا في تسجيل هدف. تمهل تأني في الكرة، وبعد ذلك أجمل نهاية. عمل جماعي رائع من هذا الفريق، ساعدهم الأداء الدفاعي الخصم اللي عنده مشاكل كبيرة اليوم، لكنهم استغلوا أيضا المساحات والأخطاء لصالحهم. المباراة أصبحت متعادلة بين الفريقين. أظهروا أنهم قادرين على الرد سريعا بعد التأخر. توقيت الهدف مهم جدا قبل أن تتأزم الأمور. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. انطلاق الآن من المدافع. تحية هنا للدفاع على العمل الكبير اللي يقدمه في مباراة اليوم. كان أمر حتمي وطبيعي أن يفقد الكرة، لن يقدر على تجاوز الجميع بمفرده، ربما عليه أن يلعب بشكل جماعي أكبر. تمركز سليم لقطع الكرة. فان دايك يبعد الكرة عن مناطقه. فينيسيوس جونيور يعود إلى الخلف. رافينيا، كرة للجناح، مرت البينية بشكل جميل، وصلت إليه والدفاع يبعدها. بينية رائعة، يمر ويلعب كرة بينية. فينيسيوس جونيور، هذه خطيرة، هذه خطيرة. أوه، تصدي غير عادي من حارس المرمى. مبابي ظن أنه تمكن من الحارس لكنه كان مخطئا. ينجح في تشتيت وإبعاد الكرة. روبن نيفيز، مبابي سجل في مناسبتين الآن ويبحث عن الثالثة. يحاول أن يلعب كرة بينية، كرة كانت. الحكم ينهي شوط المباراة الأول.
recordamos a nuestros espectadores que el estadio dispone de una sala de objetos perdidos que permanecerá abierta entre semana en horario de oficina. ركلة البداية لمواصلة هذه المباراة. لمسة بينية، استعادة سريعة للكرة. لامين يامال كان يعرف أنه لابد أن يتدخل. هذا هو الدفاع اللي تحتاج إليه دائما برشلونة مع رابع ركنية في المباراة. شوف اللياقة. كرة أخرى تضيع، أي سوء حظ يلازمهم اليوم. روديجر واعد مكانه بتدخلاته جيدا، والبينية تبحث عن المنطلق، يلعبها طولية. فودن يحاول تمريرها من بين المدافعين. كرة على الطرف ولكن عشوائية جدا. بينية جميلة عند المساحة الخالية على الطرف. تمريرة بدون عنوان، يصوب كرة. يا لها من كرة لكنها في الأخير بعد مجهود رائع جدا. ميسي يلوم نفسه بالتأكيد على هذه التسديدة لأنه كان من الممكن يقدم شيء أفضل من ذلك. هذه لعبة كرة جول. برشلونة أفلت من المرتدة. يلا جول. برشلونة يجب أن نشيد برغبتهم في تحقيق الانتصار بالتأكيد. بعض الأندية لا تغامر في الدقائق المتأخرة من المباراة. تمريرة جميلة الآن، فرصة كبيرة الآن، هدف لبرشلونة. لقد سجلوا الهدف قد يكون حاسما بعد ذلك لمصلحتهم. يا سلام على قطع الكرة والإنهاء المثالي. هذه الروح والإصرار والعمل الجاد. الأمور تبدو سهلة في الملعب. الأرجنتين يحصل على الكرة مرة أخرى. تدخل بدني قوي لاستعادة الكرة. فرصة سانحة للتسديد. الآن ممكن يسجل. الله على ضربة في المرمى. مستحيل هذا السيناريو، مستحيل هذه الإثارة. لقد خطوا خطوة كبيرة نحو الفوز بمباراة اليوم. عرف كيف يضرب. هذه ضربة غير عادية بكل تأكيد. يملك مهارات كبيرة بالكرة. مثل هذه الأمور تحب أن تشاهدها في عالم كرة القدم. هذه اللي حببنا في الكرة بصراحة، مثل هذا الفن وهذه المهارات. تقدم بهدفين مقابل لا شيء. يا لها من مراوغة. تصويبة على المرمى. أي فرصة ضاعت هنا. كان ممكن أن ينهي المباراة هنا لو تمكن من تسجيل هذه الفرصة وعزز تقدم فريقه بفارق 3 أهداف. بينية رائعة. الحكم المساعد لم يرفع الراية. وجد طريقة للمرور. عدت الكرة. روبن نيفيز ويسدد. الكرة بعيدة جدا وخارج المرمى.
Se va a llevar a cabo. لم يكن هناك مجال لعبور الكرة، تمريرة كانت سيئة للأمانة. يلعبها في المساحة، يا سلام على الفرصة والكرة في المرمى. يا إلهي، روعة روعة روعة، كرة ذهبية لا يمكن أن ترفض الهدية. التركيز كان رائع هنا من دون شك، وأيضا شوف التحرك الذكي والهدوء والتركيز في الإنهاء. يا إلهي، هاتريك جميل، هذا الهاتريك اللي يؤكد لك قيمته، نجوميته هذا الموهوب. أداء رائع، استمرارية في الأداء الجميل، حسم أمام المرمى، مصدر خطر لأي دفاع. قوية من مبابي، والكرة تعانق الشباك. الله على هذا الجنون، على هذا الجمال. يا إلهي على عودة في انتهى المشوار هنا في بطولة الكأس. يا لها من مباراة ممتعة للمشاهدين المحايدين بالذات، أهداف غزيرة للفريقين، ورغم هذه الأهداف الكثيرة لم يتمكن أي فريق من تسجيل الهدف القاتل لينتهي اللقاء بالتعادل. مبابي قدم مباراة لا تنسى ويعود المنزل بالإنجاز الكبير. شيء رائع أن نكون جزء من مباراة مثل هذه بالتأكيد. ليلة كانت غير عادية، مباراة كبيرة. شكرا للاعبين على ما قدموه من أداء في مباراة اليوم. بالتأكيد أنني سعيد بالتعليق عليها، وبالتأكيد أن الكثير مما تابعوها سعداء بحضور مثل هذه المباريات. هكذا تنتهي مباراة الليلة، ونشكركم على حسن المتابعة. نلتقيكم في مباريات قادمة، ابقوا أوفياء للعبتنا الجميلة.